الفضة بقالها فترة ماشية في ظل الذهب، بس هل حان الوقت انها تتصدر المشهد اخيرا في 2025؟ كل حاجة بتقول ممكن. الفضة وصلت ل 39 دولار و50 سنت للأوقية، لكن دلوقتي سعرها بيتراوح حوالين 37 دولار و90 سنت. بس رغم ان في تذبذب في الأسعار لسه برضو محافظة على مستوى قوي. انما اللي يحرك السوق فعلا هو قرار الفايدة من الفيدرالي الامريكي. لو الفايدة نزلت او حتى لمحوا كده بخفض قريب، الفضة ممكن تكسر المقاومة بسهولة وتوصل لسعر 41 دولار و42 دولار كمان، وممكن كمان على آخر السنة توصل لغاية 45 دولار. طب لو فضلوا مشددين السعر ممكن ينزل شوية، بس النزول ده غالبا هيكون فرصة برضو شراء مش نهاية اللعبة. طيب ليه؟ لأن في عجز واضح في سوق الفضة. الطلب الصناعي بس متوقع انه يوصل ل 700 مليون أونصة السنة دي، والطاقة الشمسية، العربيات الكهرباء، الإلكترونيات، وحتى الدفاع، كل ده محتاج فضة أكتر من اللي السوق بيقدر يوفره. العرض ما بيكفيش، حتى مع إعادة التدوير لسه عندنا فجوة بتوصل ل 150 مليون أونصة، وده عامل ضغط إيجابي على السعر. يعني الاتجاه العام طالع مش نازل. كمان لما تبص على نسبة الذهب للفضة اللي قربت توصل ل 87، هتلاقي ان الفضة لسه مقاومة بأقل من قيمتها تاريخيا. لما النسبة دي بتزيد الفضة بتحاول تعوض الفرق. يعني ببساطة الفضة أرخص من قيمتها الحقيقية بصراحة، وده رأيي مش لوحدي، ده رأي سيتي جروب وبليون فولت. شايفين ان السعر ممكن يوصل ل 46 دولار، بس في ناس شايفة انه ممكن كمان يوصل في 2025 ل 50 دولار لما الظروف تفضل مستمرة على وضعها الحالي. طيب نشتري الفضة دلوقتي ولا لأ؟ الإجابة بتقول اشتري. لو انت مستثمر بتدور على قيمة حقيقية وعندك كده طولة بال، اشتري، ولازم كمان تدخل بكل فلوسك. اما بقى لو تجاهلت الفضة ممكن ده يخليك تفوت فرصة كبيرة. عايزك دايما تفتكر ان الفرص مش دايما بتستنى، خصوصا لما بتكون فضة.